ايوه بوشكاش. انت بتضحك ليه؟ لا ما انت عارف الطقوس بتاعتي اللي بعملها. اي ماتش بالنسبه لي بيعتبر مصر ام الدنيا. وانا عارف انت بتكلمني على مين. امشير طبعا، مش كده؟ لا امشير مين وبتاع مين؟ انا بكلمك على السلعاوي. سلعاوي مين؟ ده امشير مكسر وش سلعاوي. ده واخد وشه في النجيله رايح جاي. يا بني ادم احنا عايزين السلعاوي، انا ورشدي بيه عايزين السلعاوي، هتفهم اكتر مننا. مطي السلعاوي يعني مطي السلعاوي. خلاص سلعاوي انا تحت امرك. طالما في نسبه مزعططه ورايحه جايه قدام عينين بوشكاش انا تحت امرك. امضي لك السلعاوي وفي اول يناير امضي لك ابو قردان. انا تحت امرك يا بكر بيه. على فكره الذكي اللي فاكر نفسه ذكي ما يبقاش ذكي، والغبي اللي فاكر نفسه غبي ما يبقاش غبي. انا كنت غبي لان كنت فاكر نفسي ان انا غبي، بس اتضح لي ان انا مش غبي لان كنت فاكر نفسي ان انا غبي. ليه بقى؟ لان مفيش حاجه اسمها الكلام ده، انما في واحد حظه حلو وواحد حظه وحش، وانا واحد من الناس كنت بطل العالم في الحظ الوحش لحد ما سافرت نيجيريا مع الماتش بتاعي كحارس مرمى وحامي الشباك المصريه. يا على الذكريات. اسد واقف في قلب الشبكه، استحاله حد يعدي. حيطه خرسانيه، خط 18 محدش بيشوفه ولا 19. علاقتي بزمايلي منتهى اللطف. كنت حاسس في اليوم ده بانه يوم سعدي فعلا، مع اني كنت شايف غراب واقف فوقيا. اتهموني بالجاسوسيه والجاليه احتفلت بيا. قررت من الذكاء فورا اني احدد ماتش اعتزالي، ومصر كلها فرحت بالخبر ده مش فاهم ليه. وخدني كابتن فريق النيجيري واحتفل بيا في قبيلته. والغريب اني عرفت انهم اول مره يكسبوا على ايد العبد لله. واللي ورايا دي اسمها شمبالي، ساحره حبتني، سحرت لي سلسله وقالت لي خلي بالك يا بوشكاش، السلسله دي هي سبب سعدك وحظك، حافظ عليها زي عينيك، لو راحت منك حياتك هتتقلب جحيم. بدات احس بالمكان بيتملي حواليا عفاريت، والناس